على فيديو جديد من جديد. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. دي بقى طلبات ايه المدرسه. مراحش بيقولوا عليها الاسم الغريب اللي بيقولوا ده، سبلايز ولا مش عارفه. معرفش الاسم اللي بيقولوا ايه. كانوا طالبين منهم بقى 6 كراسات رسم اهي. ابوهم امبارح والله اتصرف في فلوس، لان تعبان اخر الشهر والدنيا بايظه وكده، فاتصرف في فلوس وكده، فجبنا لهم بقى الحاجات دي امبارح. حتى رحت علينا انهم النهارده ما رحناش المدرسه. جاب لهم 6 كراسات رسم وازازه الديتول. الحاجات دي والله العظيم مقفله لسه، كمان في اللي هو ورق كوخ باين او حاجه زي كده. الفرخه ب35 جنيه. الحاجات دي يعتبروا متقفلين 400 جنيه. والله اتصرف في فلوس عشان بس يجيب لهم شويه الطلبات دول. الكراسه دي ب6 جنيه، 6 كراسات. جاب الكراسه ب6 جنيه. والبرايه دي برايه حديد. بصوا البرايه دي اللي هي الحديد، البرايه ب10 جنيه. جاب لهم الصراحه حاجات نضيفه حق الله يعني. وجاب لهم الاستيكه دي برضو تقريبا ب8 جنيه. وقلمين رصاص اهو. القلم الواحد ب7 جنيه، قلم برضو اللي هو النضيف ده. وشمع، مش عارفه هم عايزين الشمع ايه في المدرسه، عشان تقريبا بيلزقوا حاجات. وقلم سبوره وصابونه. القلم الواحد ب7 جنيه، والصابع الشمع تقريبا ب10 جنيه. والقلم السبوره برضو ب10 جنيه. وعلبه الالوان خشب كل واحد. قلت له كنت جبت لهم علبه هما الاثنين وخلاص. لا افرضي هما الاثنين، اصل الحاجات دي كلها هتتساب هناك في المدرسه زي ما انتوا عارفين يعني. افرضي كل واحد عايز يلون بلون بنفس اللون ومش عارفه ايه، فجاب لي كل واحده ايه، كل واحد ده علبه الوان. الواحده ب25 جنيه. واللي معايا واللي والصلصال اهي مكتوب عليه حتى 35 جنيه، 35 جنيه. امبارح بقى ما كانت الفلوس خلصت وكده، فجاب لهم كمان تاني بتاع الورق ده، معرفش الفرخه تقريبا ده تقريبا ب35 جنيه باين او حاجه زي كده، او ب15 حاجه زي كده يعني. و5 ورقات، الورقه ب2 جنيه ونص. وازازه الديتول والمناديل دي ب100 جنيه الواحده من الصيدليه. ازازه الديتول والحاجه دي يعني، الحاجه دي ولسه ورقه كمان الكوخ اللي بقول لكم عليه. الحاجات دي هتكلفها والله 400 جنيه يعني، شويه الحاجات دي بس اهي 400 جنيه. فما نشوف بقى لسه هوديهم بقى بكره ان شاء الله المدرسه، واسلم الحاجات دي كمان، لان المفروض الحاجات دي كانوا عايزاها من الاسبوع اللي فات، والدنيا كانت مزنقه وكده مفيش فلوس وكده، فايه الصرف فلوس، فجبنا لهم الحاجات دي الاسبوع ده. طبعا فين اخر الشهر بقى، فربنا يعدي الايام دي على خير، واشوفك على خير يا حبايب قلبي، ومع السلامه.